السلام عليكم ومرحبا بكم، وكنتمنى ان اموركم تكون على احسن الحال والاحوال يا رب العالمين. مرحبا بنيات الجوات وليدات الجوات، مرحبا بكل ملوك وملوكه وكل مجدوب ومجدوبه. مرحبا في القناه اللي هي قناتكم طبعا. شكرا لكل الناس اللي وضعات ثقتها في القناه وتابوناو معايا ومتابعات، وكل الناس اللي كيتابعوني جداد. شكرا وكل الشكر وكل الحب والتقدير للناس اللي معايا من بدايات القناة، ودائما كيدعموني ودائما كيتواجدوا بتعليقاتهم الجميلة. كنقول لهم احبكم في الله، وكل الناس اللي كتدعم معايا عن ظهر قلب وعن الحب الصادق اللي في القلب ديالهم، اللي كيعبر عن طيب الاصل ديالهم. انا بدوري كنقول لكم كنبغيكم وكنموت عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى اموركم تكون على حسن الحال والاحوال يا رب العالمين. مرحبا بكل مجدوب ومجدوبه، كل ملوك وملوكه وكل مسلوب ومسلوبه. مرحبا في القناه والزاويه اللي هي زاويتكم احبابي. الاختيار سوف يكون بالسبحه الروحانيه. سبحة رجال الله الحمر، سبحة الجزارة، سبحة الهنشارة، مالين جناوة ومالين طواسة، وسبحة الحاجة مليكة مولاي حمد، وكذلك مولاي عبد القادر الجيلاني. كثروا من الاستغفار أحبابي، كثرة الاستغفار تصنع المعجزات وتغير الأقدار. كلها وطاقته وكلها ونيته وكلها على من دمر نيته. ونختار القراءة الأولى وسبحة رجال الله الحمر. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طاقتكم أحبابي حاولوا أنكم تربطوها معايا، ودائما الناس اللي كتدخل الجديدة في القناة حاول أنها تحط حرف من اسمها من أجل أنهم يتواصلوا معايا روحانيا. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسليم الله ورجال الله أصحابي وأحباب السبحة، السبحة الحمراء، وطبق رجال الله اللي حاضر معنا، ومجمع رجال الله الملوك الربانيين الحقانيين. طاقتكم اللي اختاروا السبحة الحمراء طاقة اللي ما فيهاش الراحة، عليكم ضغط كبير سواء في خدمتكم أو مع الناس أو مع المحيط اللي نتوما عايشين معهم، سواء مع ولادكم مع جيرانكم أو مع أزواجكم. عليكم واحد الضغط، طاقتكم ما فيهاش راحة، طاقتكم فيها واحد القوة، طاقتكم فيها واحد المسؤولية اللي فوق مسؤوليتكم. كتحسوا راسكم كأنكم محملين واحد المسؤولية، وانتوما اللي تعودتوا ديروا كلشي نيابة على الناس الآخرين. أحبابي في هاد الطاقة دائما كتمدوا يديكم، ودائما كتعتمدوا على أنفسكم، وحتى شي حد ما يكون معكم في المساعدة. هذا هو اللي خلى أحبابي وأصحاب الطاقة السبحة الحمراء أن كل شيء يطمع فيكم. طايح عليكم غيار ومشاكل، طايح عليكم أحبابي غمة وتماريط، طايح عليكم أحبابي وأصحاب السبحة الحمراء، طايح عليكم باطل ما نتوما درتو بيديكم ولا برجليكم. حتى شويه السمعة طلعت لكم عن طريق الناس الدم أقارب ديالكم، لفقوا عليكم تهمة كأنها هاد التهمة غتأدي بكم إلى أوراق محاكمية. نتوما ناس اللي اختاريتو هاد الطاقة وهاد السبحة الحمراء، كلشي كيطمع فيكم الصغير والكبير، وكلشي باغي ياكلكم وباغي يستنزف طاقتكم. وفعلا بعض الناس خداوكم اللحم وحطوكم هضم. الوقت اللي خواجبكم والوقت اللي تراجعات صحتكم كلشي بعد عليكم. كانوا كيبغيوكم غير من اجل المصلحة، وتطيحوا عليهم كتافكم، تشقاو عليهم، تشتغلوا عليهم،
تعاونوهم ماديا وكذلك معنويا. رغم أن الغمة كنحسها في قلبكم، رغم أن الخنقة كنحسها عندكم، رغم أن الهم بعض المرات كيتراكم عليكم، إلا أن ربي غادي يفرجها عليكم. مازال ربي سبحانه وتعالى غينصركم على اللي عاداكم وضركم، والحق السحر تشويه السمعة عليكم، لأن نتوما ناس اللي مرصودين بواحد السحر تشويه السمعة. بعض الناس كيظنوا فيكم الظن السوء، وبعض الناس كيعتبروكم كأنكم خارجين الطريق، شكلكم، طريقة لباسكم، ضحكاتكم المتعالية، صوت القهقهة اللي كتحضر فيها طبعا ميرا الزهوانية، لأن العينين ديالكم الجذابة، الوقفة اليافعة، تباعي بأنفسكم، قوتكم، فمكم الصليب والسليط، جوابكم على نبكم، اللي كتقولوه كتقدو به، والحاجة إلا ما قلتوهاش أو إلا قلتوها إلا وكتولي واجبة أنكم تأديوها. حتى في المال، إلا قلتو لشي إنسان غنعاونكم أو غنساعدكم بقدر من المال، فكيولي كأنه دين عليكم، كتقولوا فبقاش تخرجوه من على ظهركم. نتوما ناس اللي كما تنقولوا قد فمكم قد دراعكم، كتضيموا وكتآداو، ولكن كما قلت لكم ربي غيفرجها عليكم، ومازال غينصركم على اللي عاداكم، لان عندكم شي وقفه عن طريق محكمه، كأن تخاد لكم حق او تخاد لكم ارث من طرف ناس، وبعض الناس وبعض الرجال والطاقه اللي شاده في يدي تعمل لكم السحر ديال عدم الانتصاب، او ليكون عندكم تقريبا ثقاف. بعض الرجال هنا بحال كتجيهم طاقات الانتحار، او لا كيقولوا بحال كيحسوا راسهم زايدين ناقصين، كتجيهم وكتراودهم الوساوس القهريه. حذاري احبابي من الوساوس القهريه، لانكم نتوما ناس اللي اختاريتوا السبحه الحمراء كانكم مضروبين بالدم، عليكم عوارض الدائره الحمراء، او لا فعلا بعض الناس اللي في الطاقه ديال السبحه الحمراء كيتصنتوا عليا وهما عليهم دورة حيضية. مازال نتوما ناس اللي عديانكم مازال ربي سبحانه وتعالى غينصركم عليهم وغيغلبكم عليهم، دخلكم رزق كتير، الرزق كتير مازال أحبابي اللي في هاد الطاقة غيدخلكم على أوقات. رزق مستور ما شافوه يدين، ما شافوه عينين، ما عجنوه يدين. وانتم اصلا احبابي واصحاب الطاقه السبحه الحمراء، سبحان الله، كل حاجه كتبقى مستوره قد ما ربي سبحانه وتعالى كيسر فيها. الا سبعاتكم العين، داكشي اللي كنتو حاطين عليه نيتكم ومدمرين عليه قلبكم كيطير، ما كتقدوش على العين، والعين تقريبا هي اللي كتاديكم وكتذكركم. كنتو راس، وبالعلاقات السامة اللي مريتو بها صبحتو رجلين، لان نتوما ناس اللي كتعليو الناس دول المستوى وكتهزوهم لمقامكم. وبعض المرات كيكونوا شي ناس اللي هما ماشي لصالحكم، ولكن كتعاملوا معاهم وكتنزلوا ماشي لمستواهم، ولكن بحال كتنزلوا كطبقه من الطبقه اللي نتوما موفلفين انكم تعيشوها، كتواضعوا. وهذا بالنسبه لي انا، هاد التواضع اللي كتواضعوا وتنزلوا لمستواهم، كتقلوا من قيمتكم ومن قيمه جوادكم، لان عندكم جوادكم اللي هما كبار، الزاره، مالين الطواسه، الهنشاره، الغياثه، مالين الغابه، مالين الوديان. احبابي في الطاقه، بعض الناس كانها ساكنه قرب البحر، او لا بعض الناس كان عندهم حدا الدار ديالهم الوراثه قدامهم بير، لان كطلع ليا الطاقه ديال رجال الله مالين الودان.
عيشه مولات الواد. بعض الناس هنا كتلقى راسها كتعرق ولا كتفزق. بعض الناس هنا كتبغي طاقات الاستحمام. بعض الناس هنا ضربات على الماء. فحاولوا احبابي لي في هذه الطاقه، لان عندكم بعض الاسحار اللي هي مرميه عن طريق بئر او عن طريق بحر، كتأذيكم وكتضركم، لأنها بحال لا عندكم نقص في شرب الماء. أحبابي في هاد الطاقة عندكم الجفاف في اليد أو لا جفاف في البشرة، أو لا بعض المرات كتلقاو نفوسكم كثرة التبول، كتبولوا بزاف. حاولوا تبقاو تشربوا الماء، لأن بعض الناس اللي في السبحة الحمراء كينساو الماء. نتوما ناس اللي في السبحة الحمراء بحال الصبر ديالكم سبحان الله تقادى، جبتو الاخر ديالكم. هاد الصبر اللي تقادى خلاكم انكم تسدوا الباب حتى على حبابكم، ولو انكم تعرضوا كديروا اسباب او لا حجج على ان مشغولين او لانكم ملزمين بالتزامات اخرى باش ما كتمشيوش لدوك العرايض او المناسبات العائليه، لان التجمعات ديال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المناسبات العائليه وديك كثرة القيل القال، كثرة السؤال والاسئله اللي كتطرح عليكم ما بقيتوش كتحملوها. بحال نتوما ناس اللي تقريبا ديك الاسئله المتكرره عليكم وعلى حوالكم وعلى وليداتكم ما بقيتوش كتقدوا انكم تسمعوها من الناس، لان الناس بحال كتبغي تطقس اخباركم. مازال كما قلت لكم احبابي واصحاب السبحه الحمراء، مازال ربي سبحانه وتعالى غيعطيكم واحد الرزق سبحان الله ما شافوه عينين ولا خبزوه يدين. رزق مستور غيجيكم عن طريق الله سبحانه وتعالى، غيسخروا لكم، وانتم فعلا محتاجين ان يكون عندكم توسيعة المال، لان كتزيروا وكتخنقوا بعض المرات. بنادم كيدوي عليكم في الظهر احبابي، ردوا البال، بنادم كيدوي عليكم في الظهر بزاف، وانتم سبحان الله عارفين الناس اللي كتدوي فيكم، وديما عندكم حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. دائما كنحسكم كتقولوا حسبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تآديتو وتضريتو وتخانيتو، ولكن سبحان الله كتدور السلسلة على اللي آذاكم أو على اللي ضركم، ومازال ربي سبحانه وتعالى غيشد لكم حقكم. نتوما أحبابي اللي اختاريتو السبحة الحمراء، هاد القراءة سبحان الله كأنها غتدخل على قلبكم كفرحة، لأن أوقات قليلة كعلى مسمعي رنات الهاتف غتكون عندكم فيها خير وتيسير، أو لا غتسمعوا شي خبار على شي إنسان غايب عليكم وانتوما تقريبا كأنكم قاطعين به الوصل أو الصلة. مازال شي فرحة غتدخل عليكم، ومازال شي فرحة إن شاء الله غتيسر ليكم. بعض الناس هنا كنحسها كأنها مقسومة إلى نصفين، طاقات جن وإنس، وخصوصا انتم اللي اختاريتو السبحة الحمراء مملوكين وانتم صغار، عندكم واحد الطاقة ديال الملوك اللي هما ربانيين حقانيين. انتم ناس اللي نص جن ونصف إنس، معكم مالكم انتم صغار، حيمة روحانية وروحية من عند الله سبحانه وتعالى، عندكم مالكم معاكم بوهاليين مخلخلين. حاولوا انكم تعطيو الصدقه وتطعموا بالوجبه ديال الجواد. الناس اللي في المغرب عارفين وجبه الجواد هما كسكسو والصدقه. الناس اللي كتصنت عليا من دوله اخرى او دوله عربيه، حاولوا انكم تصدقوا بالتمر والحليب، لانها حتى هما كتعتبر من وجبه الجواد.
بعض الناس هنا بدات كيتزير عليها الحال لان داخلين العواشر، حاسين راسكم بحال مخنوقين، بحال مزيرين، بحال القلب ديالكم مزير ومقبوط، ما عارفينش هاد الغمه ولا هاد الهم من جايكم اولا شنو تابعوا. عليكم العين التابعة وعليكم الغيط، حاولوا أنكم تقطعوا التوابع الموروثة أحبابي وأصحاب هذه السبحة الحمراء، كأن عليكم توابع موروثة، أو أنكم بعض الناس اللي في هذه السبحة الحمراء كأنكم ذبحتوا لغير الله، عندكم شي ذبيحة لغير الله عملتوها أو قطعتوها بها بعض العوارض خلات عليكم بعض العرقلات. اللي شافكم كيخاف منكم، عندكم واحد الشخصية اللي هي قوية سبحان الله، وكذلك عندكم سبحان الله قبول رباني، قبول رباني، ما أحلى ضحكتكم. مجمع الحضور معكم كيخلي الإنسان أو الطرف الآخر كيحس بالراحة، كيبغي يخوي همو عليكم، خصوصا في الحياة السابقة أو لا الحياة الماضية كانت تقريبا الناس كتعاود لكم همها وكتعاود لكم صرايرها وتعاود لكم شكاويها، حتى ولا طاقتكم منعزلة، ما بقيتوش كتقدوا على الشكاوي. مسامح كريم كتطلع ليا فيها الطاقة، ما عرفتش علاش. رجال الله كيقولوا لي المسامح كريم، واش نتوما مخاصمين مع شي انسان اولا نتوما عندكم قطيعة مع صلة الرحم، اولا نتوما تخاصم معكم شي واحد وقطعتوا العلاقة معاه وباغي ولا ناوي يتصالح معكم. مسامح كريم كتطلع ليا وعفى الله عما سلف. حاولوا ان القلب ديالكم يكون سماح، ولكن طبقوا حاسة السادسة ديالكم، لان نتوما ناس اللي عندكم روحانيات وحاسة سادسة، كتحسوا بالاشياء قبل الوقوع والحدوث ديالها. عندكم جوادكم، ولكن الاطفال اللي دخلت عليكم خلت عليكم بعض الاجاويد كانها مربوطة مع القلة، ما بقيتوش كتواصلوا معها. والمشكلة ان هاد الطاقة ديال ربط الأجاويد اللي دخلت لكم وربطوا لكم جوادكم باعتبار أن عندكم تابعة موروثة عن طريق الأم، خلات أن هاد التابعة تلحق الأعداء حتى على وليداتكم. بعض الناس عندهم وليداتهم ما بين 16 حتى 32 سنة، بعض الناس وليداتهم عندهم ما بين 16 سنة حتى 32 سنة، عندهم واحد التابعة اللي هي تخدات منهم هما، موروثة، كتوقفكم وكتعرقلكم وخلات تنافر وتباعد حتى مع وليداتكم، ما بقيتوش كتفاهموا معاهم، واقل الاشياء كيثور ما بينكم المشاكل وكتوليو في نزاعات وخصومات، خصوصا ان بعض المرات كتولي واحد طاقات الجفاء ما بينكم وما بينهم، حتى تيولي كلامكم ما مسموعش، تدويو هضرتكم كتدخل من لهنا كتخرج من لهنا. نتوما ناس اللي كتحبوا العطور والزينة، تباهي، كيعجبكم حتى اللباس اللي تيكون مميز ومتميز على الناس الآخرين، خصوصا طاقات ديال أحبابي وأصحاب هذه السبحة الحمراء، كيعجبكم كل ما هو مميز ومثير. عالم الشهرة كيثيركم، مازال اسمكم غيعلى ومازال قيمتكم كذلك غترتفع. ما عرفش الناس اللي في الطاقات السبحة الحمراء كأنه سبحان الله حياتهم سوف تتغير 100% بالنسبة لي. وجوه جديدة، سكن جديد، انتقال من معيشة إلى معيشة أخرى. أوراق بالنسبة لي، بعض الناس كيتسناو شي أوراق أو لا شي كونطرا عاقدين عليها نيتهم، أو لا نتوما بعض الناس اللي في هذه السبحة الحمراء بحال عاملين زواج اللي هو كما كنقولوا زواج أبيض من أجل المصلحة، أو لا من أجل أوراق في الضفة الأخرى. بعض الناس كتسنى بعض الأوراق على أساس أنها تغير مصيرها وحياتها وتنقل كذلك والدها إلى مستقبل آخر. بعض الناس اللي في السبحة الحمراء عندكم واحد طاقات العين،
أينما حللتم وارتحلتم كتبعكم واحد طاقة العين والحسد، خصوصا من النساء. سبحان الله. طاقات الفقهاء، طاقات الناس اللي كيشوفوك، كنشوفهم معايا في هاد الطاقات السبحة الحمراء، كيراقبوني وكيحضروني، كيطقسوا على أخبارهم. بعض الناس هنا عندها واحد الطاقة ديال العين المفتوحة متواصلة مع العالم الآخر. بعض الناس عندها واحد الحجاب أو عزيمة أو كتاب عزائم، كأنه كتقراو الخط أو كتهزو الخط أو كتعملوا شموع كتكتبوها بيديكم، شموع روحانية، لأن كاينين واحد خدام الأرواح موجودين عندي في هاد السبحة الحمراء. حذاري من بعض الأغلاط كترتكبوها في بعض الأعمال الروحانية، كتأثر عليكم وكتعكس لكم الخدمة اللي كتعملوا، لأن بعض الناس هنا اللي في السبحة الحمراء كأنكم عملتوا محبة وجلب، ولكن رجعت لكم كراهية ونفور وتباعد. بعض الناس كتحس طاقة يديها مسوسة، كأن عندكم بعض العوارض اللي كتخلي لكم أي شغل روحاني فيه تباريد. طاقات اليدون كتطلع ليا، بعض الناس كدير اليدون لراسها، يعني ماشي عند الناس اللي هما روحانيين. بعض الناس اللي هما تقريبا عندكم طاقات علاج شفائية في يديكم. طاقات البركة كذلك تتحل معكم، كتقدروا تدخلوا لشي مكان وتكونوا ناس اللي هما مباركين معكم البركة، دغيا كيتجمعوا الناس في داك المكان، بحال كتصفروا عليهم بالصفارة، كيلتموا حواليكم. أحبابي وأصحاب السبحة الحمراء، بعض المرات كنحس بطاقتكم عزلة ووحدة، بعدتوا على التجمعات. اصلا التجمعات احبابي اللي فيها الطاقه كتجيب لكم غير صداع الراس والمشاكل اللي نتم في غنى عنها. بعض الناس هنايا كطرح عليا سؤال حاليا: واش غتقدروا انكم توقفوا في هذه الحياه من جديد؟ السؤال مطروح عندي من طرف روحانياتكم واجاويدكم اللي حاضره معايا في هذه الطاقه. واش مازال غيكون عندكم انتقال إلى حياة جديدة؟ واش مازال غادي تقدروا توقفوا على رجليكم من بعد ما تخانيتوا وتآديتوا وتخاد لكم كل شيء؟ الحركة بركة كما يقول المثل. كل ما ابتعدتوا على المحيط اللي نتوما عايشين فيه، كيعطوني رجال الله، كل ما غيكون أحسن لكم، لأن نتوما ناس اللي ضريتوا بزاف من هذا المحيط اللي نتوما مازال عايشين فيه. إلا بعدتوا وشتوا وجوه جداد وانتقلتوا على هذا المكان، غيكون عندكم خير. في كل حركة بركة. مازال نتوما ناس اللي قد ما بكيتوا وطيحتوا دموعكم بالحزن، قد ما غطيحوا دموعكم بالفرح، لأن كما قلت لكم أحبابي وأصحاب السبحة الحمراء موعودين بارتقاء وعلو الشأن. حاجة جديدة غتكون في حياتكم باسمكم، وطاقة جديدة من فتح نصيب غيكون عندكم. بعض الناس حذاري، عندكم واحد العلاقة اللي هي في السر مع إنسان متزوج، كيعطوني رجال الله أن هذا الإنسان في علاقة الأون والأوف، مرة حاضر مرة غايب، مرة عاطيكم راس الخيط، مرة ضيع عليكم حبال الوصل. فحاولوا أنكم تحطوا راسكم أو عقلكم في راسكم، تعرفوا خلاصكم، ما تحاولوش انها تدار بكم، خصوصا ان كانت عندكم علاقات اللي هما في السر او علاقات اللي هما في الخفاء واثرات عليكم وضراتكم، خلات عليكم بعض الشبهات، الناس كتطعنكم في شرفكم وفي ظهركم، ولكن عندكم قبول ديال الميرا. لولا العوارض
لا ربي سبحانه وتعالى والملكة اللي سخرها في خدمتكم غادي تكونوا ناس اللي هما ميسورين ماديا، إن مال داز تحت يديكم ولكن ما عرفتوش كيفاش تحافظوا عليه أو كيفاش أنكم تزكيوه في يديكم، خصوصا أن عندكم ميرة في يد الخميرة. مازال ربي في يد خميرتكم، مازال ربي يفتح بابكم، مازال كل محرومة مازال ربي إن شاء الله غيفتح ليها حزامها، لأن كطلع ليا وجوه جديدة، ذرية جديدة فيها الطاقة. ونتقلوا الناس اللي اختارت السبحة الخضراء. ودابا غنتقلوا الناس اللي اختارت السبحة الخضراء. كثروا من الاستغفار أحبابي، كثرة الاستغفار تصنع المعجزات وتغير الأقدار. كنتمنى الناس اللي كتسمع الفيديو دير لايك، يعني مادام انك دخلتوا اعوذ بالله وسمعتوا لها الطاقة وتصنتوا، ديروا لايك، بارطاجيو الفيديو باش القناة تكبر بوجودكم أحبابي. بسم الله ورجال الله والملوك والملكات اللي حاضرين معنا، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن اعتزمتم فتوكلوا على الله. أحبابي وأصحاب السبحة الخضراء، عندكم واحد مشروع أو عندكم واحد شراكة في شي مشروع، أو عندكم شي أمنية باغيين تحققوها، إن اعتزمتم فتوكلوا على الله والله خير المتوكلين. أحبابي رجال الله اللي حاضرين معايا في هاد الطاقات يقولوا لي أنكم عندكم واحد شيء في راسكم، كأنه باغين ولكن خايفين، حابين انكم تحطوا شي مشروع او شي بروجي على وجه الارض او على اسسه الصحيحه، ولكن ما قادرينش، باغيين تنتقلوا لشي مكان ولكن عندكم تخوف. الطريق اللي نتوما غاديين فيها الان هي سبحان الله الطريق الصحيح، عكس الماضي كنتو عينيكم فيها ضبابيه، ما عارفينش فين غاديين، الطريق اللي كتشدو ما كتسلككمش وما كتخرجكمش. حاليا كأنكم رجعتوا خطوة للوراء وشفتوا نظرة اللي هي تفاؤلية وثاقبة في الحياة اللي جاية، وعاودتوا بديتوا حياة جديدة، لأن كنشوف أن أحبابي وأصحاب السبحة الخضراء ما شاء الله عليكم غاديين في الطريق الصحيح. وحاليا غنقول لكم برافو، راكم عرفتوا كيفاش تسلكوا راسكم ما بين العديان، لأن بحال كنتو في غابة والناس ديابة، بحال كنتو في غابة وحاشاكم الكلاب تبعاكم. وبعض الناس فعلا كتلقى راسها كأنها كتنبح عليها الكلاب أو تبعاكم الكلاب كيوهوهم من وراكم، ولكن القافلة تمشي والكلاب تنبح. وقد ما كتاروا عليكم الكلاب وقد ما نتوما غاديين مزيان، خصوصا ان الناس بعض الناس كتكتب لي في الكومونتير ما تقوليش الانسان الكلب حيوان اليف، ولكن الانسان باش كيتصل بصفه الكلب فهو تيكون خبيث، لان ربي سبحانه وتعالى مجد الانسان وعطاه عقل، فعلاش حنا غنردو راسنا اننا خباث وردوا صفاتنا من صفات الحيوان؟ نتوما اللي اختاريتو السبحة الخضراء ما شاء الله عليكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وخمسة وخميس عليكم. ربي يحجبكم وربي ينجيكم وربي يشافيكم وربي يهز الأذى عليكم. بعض الناس عندها طاقات العياء والمرض أو كتعالج نفسها عن طريق أدوية كيماوية كتدخل لجسمها تدمرات، وعندكم سحر تمريض. خمسة وخميس عليكم وكيشتكم كيخليتكم، لأن بعض الناس عندهم الحسد وعندهم الحقد وعندهم الغيرة عن طريق الإخوان ديالهم، ولكن سبحان الله كتعيشوا بعض المرات واحد الشبابية في القلب ديالكم، باغيين تعيشوا حياة الشباب،
باغيين تعيشوا واحد طاقة الحب جديدة، ما باغينش تعيشوا الوحدانية. ديك الوحدانية مليتوا منها، كأنكم اديتوا المهمة على أتم وجه، وصلتوا وليداتكم وكلها فين شد الطريق. دابا حاليا حابين أنكم تعيشوا لأنفسكم، لأن بزاف الأوقات عشتوها لناسكم، استافدوا منكم، زادوا للقدام وخلاوكم اللور. عاونتوا، ساعدتوا، هزيتوا ولاد الخوت، طعمتوا ولاد الجيران. داركم كانت بحال دار الزاوية، اللي جاي ياكل واللي جاي ناس. نهار توقف حالكم وها نهار تسدوا بيبان عليكم، عرفتوا حبابكم من عديانكم. فهذا هو اللي خلاكم قويتوا شخصيتكم وجمعتوا الوقفة من بعد ما طحتوا، وعرفتوا كيفاش تمشوا في الطريق الصحيح، ونفضتوا الناس، غربلتوا ناس، وكذلك شطبتوا ناس، ومن بينهم دمكم ولحمكم اللي خلاو كتير من الجرح حاليا مازال ما تلمش، او الداخل ديالكم مازال كينزف. حتى الفرحة بعض المرات غابت مع وجوه الحباب اللي كانوا في حياتكم. بعض الناس حست راسها بحال الاخوات اولا كتافها بردو من بعد ما فقدات اعز الناس. احبابي اصحاب السبحة الخضراء، ولاد وبنات الحاجة مليكة، بعض الناس عندهم حج أو عمرة، معتمرين طالبين الله وراغبين على أنكم تزوروا داك المقام. بعض الناس عندها السجادة الخضراء، بعض الناس عندها السجادة الحمراء كتصلي عليها، وأحسن ركن عندها هو ركن الصلاة والزاوية اللي كتصلي فيها، كتعبدوا فيها، كتخشعوا فيها، كتسجدوا، وانتم عندكم واحد الدعوة متلازمة معكم لأكثر من 10 إلى 8 سنوات، وانتم كتطلبوا الله ورجال الله واللي واقفين مع الله سبحانه وتعالى انه ينظر من حالكم ويرفع الأذى والضرر اللي عليكم. ما عندكم لا حنين لا رحيم من غير الله سبحانه وتعالى. دائما الناس كتشوف فيكم الفلوس مرسومة على وجهكم، دائما الناس كتحسبكم عايشين حياة البذخ والثراء، وانتوما ما عالم بكم وبحوالكم غير اللي خالقكم. عندكم الملوك الكبار رغم انكم كتأزموا وبعض المرات كتزيروا في المعيشة ديالكم، إلا أنكم ما كتركعوش إلا لخالقكم. رضا الوالدين كذلك واقفة معكم، مرضيين ومهديين، وكذلك تنسمعكم كتدعيو بالرضا والهداية لأحد ولادكم، كأنه عنده طاقة إدمان، كأنه ما كيتصنتش الكلام، كأنه عنده رفقاء السوء باغيين يخرجوه للتهلكة. ردوا البال قبل ما يدوز الماء من تحت رجليكم، لأن عندكم واحد الطاقة ديال الحدس القوي، وحاسين أن واحد من وليداتكم بحال غادي في طريق الضياع أو لا غادي في طريق الإدمان. عندكم عيشة ربالة كاينة عندكم في داركم، لأن بعض المرات طاقة المنزل اللي نتوما ساكنين فيه كأنه بارد مثلج بحال الثلاجة، عندكم تباريد، الدخلة ديال الباب مقشرة، دخلة كتدخلوا من الباب بحال عندكم سطوان طويل، على يديكم اليمين كاينة المطبخ اولا كاينة الكوزينة كما تنقولوا ليها حنا المغاربة. الباب ديالكم كحل كبير، وبعض الناس كاين عندهم باب كبير كحل مشترك، وكاين باب تقريبا كأنه رمادي أو أبيض. بعض الناس مادام ذكرت اللون الرمادي كطلع ليا الدائرة اليهودية، تسليم الله ورجال الله
عندكم دائرة اللي هي يهودية. حاولوا ترقيوا أنفسكم بالقرآن الكريم وحاولوا تقدوا جوادكم، لأن أصحابي وأصحاب السبحة الخضراء كما قلت لكم عين الرحمة تكون معاكم، كما شفتكم كما خليتكم ملائكة الرحمن توقف معاكم، لأن انتم ولاد المحلة، ولاد رجال الله، ولاد الطابع، طابع ومطبوع معكم دائما، لأن كتنتميو لشي زاوية اللي هي روحانية ربانية صوفية. عندكم الذكر، عندكم الخلوة مع أنفسكم. بعض الجدود ديالكم كأنهم كانوا كيكونوا في شي زاوية قرآن، أو كانوا كيخرجوا في سبيل الله كيقراو القرآن. للأسف ما داروش واحد الوقف أو مرفوضة باش يوقفوا على السلالة ديالهم. فبعض الناس اللي في هاد السبحة الخضراء عندكم واحد الزهرية في الدم، معشوقين محبوبين من العالم الآخر. طاقتكم كتستنزل بعض المرات، كتنعسوا صحاح في صح، كتنوضوا في الصباح كأنكم هازين عليكم جبال ثقالين، ما كتقدوش تنوضوا حتى من الفراش ديالكم، كتلقاو يجيبوا لكم الفطور حتى لبلاصتكم، ولاو يديكم فيهم التباريد، خصوصا انكم نتوما اللي عليكم العين، معيونين فعلا، لان عندكم طاقات الاجاويد. الحاجة ملكة مولاة الموف تسليم الله ورجال الله، كذلك تسليم الله ورجال الله الناس اللي كيحبوا القبة خضراء، مولاي عبد القادر الجيلاني، مولا يحمد. أحبابي أصحاب هذه السبحة الخضراء، دائما تبقاو تقراو القرآن وحصنوا أنفسكم. التحصين قد ما قربتو من الله قد ما يبعد عليكم الأذى، لأن بعض الناس هنا في هاد السبحة الخضراء مبعدين على الصلاة، أولا العوارض اللي عندكم كتخليكم كتبتعدوا على الصلاة، أولا كتصليو بيش سوا، كتقدوش تصليو، وكتكونوا كأنكم عندكم واحد الثقل. مازال إن شاء الله غيكون عندكم واحد الخير، أولا عندكم فعلا واحد الخير، ولكن موقف عن طريق ناس اللي هي مأذياكم أولا واخده لكم حقكم، مازال ربي غيبين فيهم العلامة. خصوصا أحبابي وأصحاب السبحة الخضراء عندهم كارما، الناس اللي آذتكم مازال عندها تصريف الكارما السمائية من عند الله سبحانه وتعالى، لأن نتوما اللي عندكم واحد الدعوات الحارة ليس لها حجاب ما بينها وما بين السماء. نهار كتدعيو فمول الدعوة يتسنى، بحال كتصيفطوها عن طريق مرسول أو عن طريق بوسطة، دغيا كتوصلو ودغيا ربي سبحانه وتعالى كيلحق ليه الأذى وكتشوفوه بعينكم، لأن نتوما ناس اللي عندكم واحد الجواد اللي سبحان الله، طاقات رجال الله الكحل، طاقات كوبايلي بالا. لا لا تسليم الله ورجال الله اللي حاضرين في القراءة والكشف، ولاد رجال الله البحراويين، الحاجة ملكة، تسليم الله ورجال الله كوبايلي بالا، الناس اللي بحال حاطة يديها على شي رزق، وداك الرزق ما هو مشى ما هو بان، ولكن قريب بإذن الله يبان. مازال إن شاء الله غيكون عندكم فيه تيسير، ومازال إن شاء الله الفلوس اللي نتوما مدمرين نيتكم عليها، أولا الورث اللي هو عندكم ولكن محبس عن طريق محكمة أو عن طريق ديكتاتور شاد لكم حقكم، مازال يكون بين يديكم، ومازال إن شاء الله تقدوا به أموركم. الدمعة عندكم قريبة، والقلب عندكم مسامح وطيب، صفات نبيلة كتصفوا بها أحبابي وأصحاب هذه السبحة الخضراء.
حتى الناس ما كيقدروش انهم يهضروا فيكم بعض المرات بشي مساوئ او لا شي طاقات اللي هي خايبة، لان كل شي في مجتمعكم ومحيطكم كيعرفكم شنو كتسواو. امرأة بألف رجل، ورجل كذلك هنا يعتمد عليه، ولكن بعض المرات كتقولوا الصهر ما عندناش. الناس اللي في هاد الطاقة عندكم واحد الكشف رباني وإذن روحاني، قادرين على أنكم تعالجوا أنفسكم وتعالجوا حتى وليداتكم. عندكم واحد طاقة الشفاء، أي شخص تقدروا تحطوا عليه يديكم أو في المكان اللي هو فيه الأذى كيجيب الله الشفاء على طريقكم. ولكن ما عرفش ما كتعاملوش مع هاد الطاقة كأنكم مسلوبة عليكم أو كأنها مسلوبة من الغير، لأن كاينة واحد الكشف البصيرة وكاينة واحد القراءة هنايا ديال الكشف الرباني. ولكن بعض المرات كتلقاو راسكم ما تطبقوهاش في حياتكم اليومية، لأن كتجيني واحد القرين بعض المرات كيقول لكم شي كلام في ودنيكم طانين في الأذن ديالكم كتسمعوه بعض المرات، أو بعض المرات كتهضروا في هاد الطاقة على شي أمنية وكتلقاو بحال الفراشة كتدخل لكم أو شي ذبابة كتزنزن عليكم في المنزل أو في الغرفة اللي نتوما فيها، لأن كاين واحد الإذن روحاني غيكون عندكم وانتوما ناس اللي كشافين، عندكم بصيرة مفتوحة، كذلك عندكم إذن روحاني في العلاج، ذرية ناس معالجين محاربين. حاولوا أحبابي اللي في هاد الطاقة تقراو سورة لقمان، معرفتش علاش عطاوها ليا رجال الله في هاد الطاقة، وما عمر أنا سبحان الله ما تقترحات عليا في القراءة أو في الكشف لأول مرة، أقسم بالله. سورة لقمان حاولوا أحبابي أنكم تقراوها، لأن مازال سبحان الله غيكون عندكم واحد اتضاح أمر أو كشف مستور، كأنكم كتدعيو من الله سبحانه وتعالى أنه يبين لكم الحق من الباطل. اتضاح أمر أو كشف مستور كيتعطى ليا في هذه الطاقة وفي هذه القراءة بالضبط. كتقراو الناس بالقلب ديالكم وكتحسوا بنفاقهم وحقدهم. انتوما ناس اللي مولوعين بالشموع وروحانيات الشموع، وحتى باش كنحط انا قراءة الشموع فكتلقاو راسكم في كل القراءات ديال الشموع حاضرين وواجدين، كتحبوها بكل الوانها بكل طاقتها، فكتلقاو هذه كدوي عليكم وهاد القراءة كدوي عليكم. علاش؟ تفسير واضح وباين، هو ان الناس اللي في السبحة الخضراء سبحان الله ولاد المحلة ولاد المجمع. عندكم مجمع رباني، مجمع اللي هو ما فيهش طاقات سلبية، ولكن عندكم بعض العوارض اللي هي تقدر انها كتحجبه لكم الرؤى. ما بالنسبه لي الجواد راهو ما كاينين ما مادينش، ولكن العوارض اللي حاجبين عليكم من الرؤى وتباشير الاجاويد. كديروا الخير ومعدنكم معدن اصيل وطيب، وما كتعرفوش تلبسوا الاقنعه المزيفه، وكديروا الخير وما كتسناوش ان الناس يردوا لكم الخير. كتقولوا ربي سبحانه وتعالى مازال هاد الخير اللي درنا غيوقف علينا واحد النهار. هازين حمل فوق عاتقكم كأنه مسؤولية كبيرة كنحسها في هاد الطاقة. واش نتوما مكفلين بشي إنسان آخر كتعتنوا به أو كتساعدوه، أو لا مال كيخرج من عندكم ليدين شي إنسان آخر من أجل المساعدة؟ كذلك مال في الخفاء كتكون فيه مساعدة كنشوفو عندكم. الناس اللي كتبغي الصداقات والناس اللي كتحب طاقات ديال الخير.
كأنكم كنتو واهبين حياتكم أو كرستوها للغير، تضحيات وراء تضحيات في حياتكم، وعلى دوك التضحيات ربي سبحانه وتعالى واقف عليكم وواقف معاكم. كطعموا الحيوان بزاف، صوت هرة أمام المنزل كنسمعو عندكم، كتقولوا الخير في الحيوان أحسن من الإنسان، طعمنا الإنسان وما قر فيه الخير. كيحبوكم القطط سبحان الله، تواصل روحاني وروحي مع طاقات القطط. القطط فعلا كتحس بالناس الروحانيين اللي عندهم طاقات الروحانية اللي هي عالية، وكذلك بعض الناس هنا كنحسها بحال كتعاود مع القطط، كتدي وكتجيب معاها في الكلام، والقط كذلك كنحسو بحال كيتموع معاكم، كيرد عليكم الإجابة. بعض الناس هنا كتلقى راسها كتشوف في المراية كتلقى العينين ديالها كتخلعها، لأن بعض المرات كيطلع معكم مس عاشق. حذاري أصحابي وأحباب السبحة الخضراء، كأنه عندكم مس عاشق تيتربص بالخلوة ديالكم، لأن كاينة واحد التحرشات جنسية. بعض الناس هنا خصوصا النساء كنشوف عندهم طاقات ديال العادة السرية، بحال مس عاشق كيتلذذ أنه يشوفكم في ذاك المنظر. حاولوا أحبابي أنكم تحيدوا عليكم بعض الطاقات ديال الشياطين، نظفوا الغرفة اللي نتوما ناعسين فيها، خصوصا الناس اللي عندهم السرير ديالهم ملتصق مع الحائط، والمخدة ديالهم مرة في جهة الحيط مرة الوسط ما مقداش. لأن بعض المرات الناس اللي في هاد السبحة الخضراء بحال الغرفة ديالهم ما كيرتبوهاش، كنحس الطاقة ديال شي حاجة مرمية فوق السرير أو تحت السرير، الغرفة مرونة مربجة كتنظفوهاش، كتنظفو غير المكان اللي غادي تنعسو فيه وتستلقيو عليه فقط. كاينين بعض الطاقات السلبية كنحسها في هاد المكان أحبابي، حاولوا أنكم تنظفوا راسكم وتفسخوا نفوسكم، خصوصا أنكم نتوما قد ما كتقربوا من الله قد ما كيكون عندكم واحد النور إلهي في وجهكم، لأن كيتربصوا بكم العوارض باش كيبعدوكم على الصلاة. لأن نتوما ناس إلا بعدتوا على الصلاة كتلقاو الوجه ديالكم بحال كيزرق، وخصوصا بعض الناس كتبتعد على الصلاة لأن كتلقى راسها بحال كتمل من طاقة الوضوء، مكتقدروش على الوضوء بزاف أو ما كتشدوش الوضوء. لأن أحبابي وأصحاب السبحة الخضراء بعض الناس العوارض اللي عندكم كيبغيو يشوفوكم أنكم ماشي طاهرين أو لا نظيفين أو لا عندكم النظافة الربانية الإلهية. أحبابي وأصحاب السبحة الخضراء كل يوم نتوما في حال، مرة كتلقاو راسكم مرتاحين، مرة كتلقاو راسكم مزيرين، وبعض المرات كتطلعوا واحد النهيدة وآهات كتطلع من صوتكم، كأنني كنسمعها خارجة من الأعماق ديال قلبكم، كتعيشوا ما بين الضعف والقوة في نفس الوقت. مرة كتحسوا نفوسكم قويين، وبعض المرات كتحس بكم كأنكم مكسورين الخاطر، حتى حاجة ما بقات عجباكم، حتى حاجة ما بقات جاياكم على خاطركم. بعض المرات كتقولوا غير زايدين في هذه الحياة، عايشين فقط لأنكم مجبرين أنكم تعيشوا، ولكن طعم الحياة كأنكم افتقدتوه من زمان. ولكن بالنسبة لي أنا ربي سبحانه وتعالى ما بعد عليكم أشياء إلا لأسباب هو قادر وعالم عليها. لأن بعض الناس هنا في هذه السبحة الخضراء كأنه كانوا كيتمنوا أشياء ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. مازال خيركم مخبي،
ومازال داكشي اللي نتوما ناويينو في هاد السبحة ومدمرين عليه النية مازال ربي سبحانه وتعالى يأتيك بهم على أوقات قليلة. ردوا البال انكم غير ما تعاودوش سركم، لان بعض المرات الاسرار ديالكم الا خرجت للعلن كتوليو صغار ما بين الخلق وما بين الناس. قيمتكم كتكون عالية قد ما كتبقاو سادين فمكم على الاشياء اللي كتخصكم. مازال ان شاء الله احبابي اللي في هاد الطاقة كاين عندهم سكن جديد وانتقال من مدينة لمدينة، كأنكم مدمرين نيتكم على أساس واش غيكون عندكم انتقال من مدينة إلى مدينة، لأن طاقات السفر كتجيني على أوقات، غيكون عندكم سفر ما بين أوقات اللي هي قليلة بالخير، وبعض الناس عندهم نية سفر حاليا مسافرين وكيتصنتوا عليا من مكان آخر غير المكان اللي هما متعودين عليه. حاولوا تقراوا القرآن، وحاولوا دائما ترقوا أنفسكم، وحاولوا دائما أحبابي وأصحاب السبحة الخضراء تستحموا بالماء المرقي والماء اللي فيه الملح الخاشن وأوراق السدر، لأن عندكم واحد الطاقة اللي هي في الجسم كأنها فيها ثقل بين كتافكم كأنه معقود. حاولوا تحيدوا عليكم دوك العقد والعهود اللي ما بين الجسم، لأن بعض الناس عندهم نجمة خماسية في الكتف ديالهم مرشومة من طرف الجن كتمتص طاقتكم. إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك، خليو تعليق جميل كجمال رقيكم، أحبكم في الله.